بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. مباراة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري الشقيق إن شاء الله غدا السبت الساعة 9 مساء 7 فبراير في الجزائر. طبعا المباراة صعبة بسبب ترتيب فريق شبيبة القبائل الجزائري الشقيق، لأن ترتيبه الرابع في المجموعة برصيد نقطتين، ما قدموش غير الفوز على النادي الأهلي. تمام. لكن في حقيقة الأمر لو جيت بصيت للأرقام والتحليل والكلام من ده، أنا هقول لك برضو على تحليل أدائه وطريقة لعب الأهلي المناسبة في المباراة ديت والتشكيل المتوقع برضو. مبدئيا فريق شبيبة القبائل الجزائري شقيق مشكلته في سوء الحظ بقاله فترة كبيرة في الدوري الجزائري وفي دوري أبطال أفريقيا. يعني عنده سوء حظ غريب جدا على مستوى الهجومي. تخيل سجل هدف واحد في 4 مباريات من دوري أبطال أفريقيا. الهدف اللي سجلناه احنا فينا بالخطأ في مباراتنا اللي فزنا بيها 4-1 كان هدف عكسي، هو ده الهدف الوحيد اللي ليهم في دوري أبطال أفريقيا. تخيل. فعلى مستوى الهجوم نتائج متواضعه يعتبر. يعني هو اون تارجت ما سجلش غير هدف واحد ودخل مرماه 5 اهداف. دفاعه متواضع بالرغم انه فريق كبير له تاريخ كبير جدا في افريقيا. يعني لو جيت قارنت ارقامه حتى بارقام النادي الاهلي، هو الاهلي فرق عن كل الفرق، لكن نقارن ارقامه بارقام النادي الاهلي. هو عنده 26 بطوله في مجمل البطولات، الاهلي عنده 120 بطوله، طبعا فرق كبير. هم عندهم 14 دوري، شبيبة القبائل عنده 14 دوري، الاهلي عنده 45 دوري. هم عندهم 5 كاس الجزائر، احنا عندنا 39 كاس مصر. هم عندهم 1 كاس الرابطة الجزائري، احنا ما عندناش كاس رابطة هنا، ما خدناش. هم عندهم 1 سوبر في الدوري الجزائري، احنا عندنا 15 كاس سوبر. هم شبيبة القبائل عنده 2 دوري ابطال افريقيا، ده رقم مهم برضو. الاهلي عنده 12 دوري ابطال افريقيا. هم عندهم 3 كونفدرالية، احنا عندنا 1 كونفدرالية. والاهلي عنده 8 كاس سوبر افريقي، هم ما عندهمش كاس سوبر افريقي، ما خدوهوش. تمام. طيب بالنسبة لترتيب المجموعة، الأهلي الأول ب8 نقط، الجيش الملكي المغربي الثاني ب5 نقط، يانج افريكانز التنزاني الثالث ب5 نقط برضه، ولكن فرق الأهداف بينه وبين الجيش الملكي مخلي الجيش الملكي الثاني ويانج افريكانز الثالث. وشبيبة القبائل الجزائري الشقيق في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط لا غير. تمام. الاهلي سجل 8 اهداف وهم سجلوا هدف واحد اللي هو بالخطأ في مرمى النادي الاهلي. تمام. لو جيت بصيت هتلاقي ان الهجوم بتاعهم عنده سوء حظ زي ما قلت لك. وعلى مستوى الدفاع متواضع نوعا ما. دخل مرماهم 5 اهداف في 4 مباريات في البطولة ديت. هم تعادلوا ماتشين اللي هم في الجزائر، خسروا ماتشين، ماتش الاهلي هنا في القاهرة، وخسروا 1-0 من شبيبة من الجيش الملكي في المغرب. تمام. المدير الفني بتاع شبيبة القبائل الجزائري جوزيف زاينباور، مدير فني ألماني عنده 55 سنة، بيلعب 4-2-3-1 تقريبا نفس طريقة لعب النادي الأهلي. بيعتمد على الضغط العالي والاستحواذ في مبارياته بصفة عامة يعني. طيب مباراتهم الأولى مع النادي الأهلي خلصت 4-1 لصالح النادي الأهلي، والهدف ده الوحيد اللي جابوه زي ما قلت لك بالخطأ في مرمى النادي الأهلي. بالنسبة للاستحواذ، متوسط استحواذ شبيبة القبائل في ال4 مباريات اللي اتلعبوا 50%، وبالنسبة للنادي الأهلي متوسط استحواذه 54%. تشكيل الأهلي اللي أنا متوقعه للمباراة أعتقد هيبدأ بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني باك يمين، ياسين مرعي وياسر إبراهيم استوبرات، وكوكا باك شمال. في نص الملعب ممكن يلعب بديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان. ممكن يلعب بطاهر جناح يمين، وتريزيجيه جناح شمال، ومروان عثمان راس حربة. لو ركزنا على ان احنا نقابلهم في تلت الملعب الاوسط عشان نقفل عليهم المساحات في ملعبهم، لان المباراة طبعا هم بيركزوا على الاستحواذ والضغط العالي، فلو قابلناهم من التلت الاوسط للملعب هنقفل عليهم المساحات، وممكن نلعب على التحولات الهجومية والمرتدات، وان شاء الله باذن الله نحرز منها اهداف. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا في المباراة، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.